اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل مع بعض النهارده حلة سهل وسريع، مش هياخد معانا وقت خالص، بدون فرن، بدون دقيق، بدون بيض. طريقته سهلة مش هتاخد وقت، والطعم والنتيجة في النهاية خطير، هيعجبكم قوي. وكل اللي بيحبوا الشوكولاتة وعشاق الشوكولاتة هيعشقوه. هو بيتقدم بارد. الله على الجمال. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف عملناه ازاي. أنا معايا 2 باكت بسكويت، أي نوع بسكويت سادة بتحبيه. هنكسره بطريقة عشوائية خالص، حتت مش كبيرة ومش صغيرة بالشكل ده. وهجيب كوباية لبن وهدوب فيها معلقة كاكاو خام. انا بستعمل كاكاو اسباني، بيدي طعم حلو قوي للاكل والحلويات بتاعك. هنضيفه على البسكويت ونقلبه كويس قوي لحد ما يختلط بيه بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفينه. هنركنه على جنب لحد ما نحضر الطبقة التانية. انا معايا الخلاط، هحط فيه كوباية لبن. طبعا اللبن بتاعي بارد بالتلاجة. هضيف معلقتين كاكاو خام، نص كوباية سكر، هنضرب المكونات مع بعض كويس قوي. معايا كوباية الا ربع زيت، هضيفها بالتدريج عشان تديني نتيجة حلوة. لازم نحطها بسبوس صغير خالص. وبعد ما ضربناهم كويس مع بعض هضيف معلقة كريم شانتيه، وهو ده شكله بعد ما عملناه. هنضيفه على البسكوت بتاعنا اللي ركناه على جنب. طعمه لذيذ قوي، تحفة، بدون شوكولاتة بدون اي حاجة، طعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم. هنحطه في التلاجة بقى يبرد، نسيبه حوالي ساعتين، وبعد كده نخرجه من التلاجة ونزوقه اي زواق اللي انتوا عايزينه، طبعا ذوق حضراتكم. انا حطيت عليه بسكوت نفس نوع البسكوت اللي احنا استخدمناه، عملته بودر ورشيته على الوش. ممكن تحط اي حاجة انت عايزاها. وبيتقدم بألف هنا وشفا. لو اول مرة بتشوفوني لايك وشير لو عجبكم الطريقة. بحبكم في الله.